دعوة حلوة كده لعروستنا وعريسنا من بداية دخول شقتهم، اللهم بارك لهذا البيت العروسين يا رب، اجعله يا رب بيت الهنا والسعادة والفرح ليهم، وارزقهم بالذرية الصالحة قادر يا كريم، وارزقهم في بيتهم يا رب السكينة والسعادة والحياة الهنية، اللهم امين يا رب العالمين. شقتنا النهاردة شقة في الاسكان الاجتماعي، وزي ما انتم شايفين قد ايه الريسبشن ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. والعروسة بصراحة عرفت تستغل المساحة اللي عندها بشكل مثالي، ان هي تحط سفرة ونيش وبوفيه، وكمان ان هي تحط انتريه مكون من كنبه واتنين فوتيه. كمان حطينا الجزامه زي ما انتم شايفين، حطينا شجره، يعتبر حطينا كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها في الريسبشن. ده الشكل العام للمكان اللي موجود فيه الانتريه. محطوط فيه هنا كنبه، ومقابل ليها الاتنين فوتيه، ومحطوط في نصهم اتنين ترابيزه معدن وعليهم قرص رخام فاتح. طبعا الرخام عشان فاتح فمنور الدنيا شويه. ده الشكل العام كده للاتنين فوتيه. شكل المخدع اللي في الظهر اللي موجود في الركنه، والستاير قد ايه كانت بسيطة جدا وسيمبل. السقف عاملينه فلات وعاملين فيه شغل بروفايل ليد مع النجف. السجاد في منتهى الرقة والبساطة، وحاجة كده مريحة للعين، وشكله هادي، وحتى لونه مش عامل اي دوشة ولا اي تفاصيل. هنا حطينا المفرش ده كده على الرخام، وحطيت عليه بقى الطقم التوزيع ده كامل. الطبق بتاع الفاكهة ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، كان شكله مميز ومختلف. هي العروسة كانت جايباه من الامارات، ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها ما شاء الله. تمام. الصينية دي حاطين عليها المبخرة، وحطيت عليها المعطر اللي هو الفواحة ده، وحطيت معاه البخور في نص الصينية. تعالوا بقى نتفرج دلوقتي على النيش ونشوف الحاجات اللي احنا حطيناها جوه النيش. وانا راضية ذمتكم بقى، عشان انا مامة العروسة كانت مصرة ان النيش كده فاضي وعايزة تزود الحاجات اللي فيه، بس انا قلت لها كده ما شاء الله الحاجة مناسبة جدا مع حجم النيش، ومش عايزين ان احنا نتحامل على الرف زيادة. هي بصراحة كل حاجاتها ما شاء الله كانت جميلة، وانا كنت محتارة احط ايه طيب واسيب ايه. بس بما ان الريسبشن عندها او السفرة نفسها داخل فيها جولدات، فاخترت الحاجات اللي فيها جولد علشان احطها، واستثنيت الحاجات اللي فيها سيلفر. في اول رفة حطيت طقم شربات وحطيت معاه كاسات. تاني رفة حطيت طقم خشاف، حطيت طقم جاتوه، وحطيت معاه طقم كاسات وبولات برضو زي بولات الايس كريم كده، وحطيت جزء من الطقم الصيني او الطقم الصيني كامل في الرف الاخير بالشكل اللي انتوا شايفينه. قولولي كده ايه رأيكم في شكل النيش، وهل فعلا كان محتاج ان احنا نزود فيه حاجات تاني، ولا كده الحاجة متناسبة مع مساحة النيش ومع حجمه. من الحاجات اللي كانت ظاهرة برضو النيش او بشكل ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله حلو، الإضاءة اللي موجودة جوه النيش. البروفايل اللي ظاهر الحاجة بشكل ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، خصوصا لو الكريستال نفسه ماركته نظيفة. تمام. تعالوا بقى نتفرج دلوقتي مع بعض على البوفيه ونشوف احنا رصينا العروسة في البوفيه ايه. حطيت لها هنا على البوفيه من فوق اتنين شمعدان، وحطيت فازة كده وحطينا فيها الهيش ده كده في الجنب. حطينا الطقم الشاي والجاتوه هنا، وحطيت تحت كده بولات واطباق تسالي. تمام. الناحية التانية حطينا شنطة المعالق، وفي الادراج برضو حبينا نستغلها، ورصينا فيها برضو جزء من الحاجات بتاعة العروسة. تعالوا نتفرج مع بعض كده. هنا حطيت برضو طقم شاي وجاتوه، تحت حطيت الصواني الجولد دي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ودخلت جنبها اطباق جاتوه. وبكده احنا اتفرجنا مع بعض على البوفيه كامل، وخدنا نظرة كمان عامة على الريسبشن، وقد ايه ما شاء الله الوان وهادية ومريح جدا للعين، مفيهوش تفاصيل كتير. والحلو كمان ان هي عندها الانتريه في شغل في القماش اللي موجود في الاتنين فوتيه، والسجاد نفسه هادي مفيهوش تفاصيل. لكن لو كان سجاد فيه تفاصيل والانتريه نفسه فيها تفاصيل، كان الموضوع يبقى مزعج جدا للعين. بالنسبة للمطبخ زي ما انتم شايفين، هم كبروا الفتحة بتاعة دخلة المطبخ او الباب بتاع المطبخ، وعملوا هنا ظرفة نيش كده في اول الدخلة، ومقابل لينا على طول البوتاجاز، والمطبخ معمول زي ما انتم شايفين حرف يو. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، مستغلين كل مساحة او كل ذرة موجودة في المطبخ عند العروسة. تمام بالشكل ده. حبيت اوريكم كل التفاصيل. هي فتحت الظرف بتاعة المطبخ من فوق، وخلت المطبخ من تحت شكله الى حد ما يبان ان هو شكل خشبي، فده كده عملي اكتر عشان الهرس بتاع المطبخ فيما بعد. وخامة المطبخ نفسها ما شاء الله عملية جدا. زي ما انتم شايفين هنا النيش بتاع المطبخ حطينا فيه طقم شربات كريستال، ودخلت معاه كوباية مية. وهنا حطيت لها طقم خشاف ودخلت معاه طقم كاسات.
وهنا حطيت لها طقم الشربات ده ودخلت معاه طقم كاسات بينك كريستال. وهنا حطيت لها الطقم البوهيمي ده. بصراحة انا كنت مستخسرة ان انا احطه في النيش بس بتاع المطبخ، بس والله غصب عني ما شاء الله ما كنتش هقدر احمل على النيش بتاع الريسبشن اكتر من كده. ما شاء الله ربنا يا رب يهنيها بكل حاجة عندها ويفرحها بيها، قادر يا كريم يا رب. ده كده كان الشكل العام للنيش بتاع المطبخ. تعالوا دلوقتي نتفرج مع بعض على وحدات بتاعة المطبخ من جوه، نشوف بقى رصينا فيها ايه سواء في الوحدات اللي تحت او في الوحدات اللي فوق. تحسوا السجادة لحد ما ميتها ماشية مع الشكل بتاع الظرف اللي في المطبخ من تحت. حطيت لها هنا الطواجن والصواني الفرن والقوالب كلها البايركس. اما الضرفة اللي بعدها هنا حطيت لها فيها الاجهزة بما ان هي يعتبر في نص الرخامة وتحتها برضو في فيشة. وحطت لها هنا الهاند بلندر وحطت لها الخلاط والحاجات الخاصة بالأجهزة. يعني دايما بحب الظرف بتاعة الأجهزة تبقى تحت الحاجات اللي تستخدم أكتر، وفوق بحط الحاجات اللي ممكن ما تحتاجهاش كتير. أما بقى في الظرف اللي بعدها رصت لها الإزاز بتاعها. حطت لها هنا طقم كاسات ومعاه طقم كوباية مية وعصير، وفي الرف اللي فوق حطيت طقم كاسات وفي نصه قارورة وحطيت معاه هنا البولات. تمام. الضرفة دي كانت بتتفتح كده زي حرف ال. حاطط لها فيه هنا الأطقم الشاي مع استكانات كده بغطيان خشب أو بطبق خشب كده شكلها لطيف. حاطط لها الستاند بتاع طقم الشاي ده وحاطط معاه مجات، وكذلك الأمر برضو دخلت معاه طقم قهوة بما ان الضرفة دي كبيرة ومساعداني ان انا ارص الحاجة بارتياح. اما بالنسبة للضرفة اللي فوق البوتاجاز على طول طبعا محطوط تحتيها شفاط عشان يحافظ على الضرفة، رصت لها فيها الطقم الاسود ده كامل مع بعضه في الضرفة دي. وحاطط لها هنا كوباية الملونة مع بعض في ضرفة واحدة. بس الراجل مستغل مساحة لحد الشباك بالظبط، يعني في فرق بسيط بينه وبين الشباك. حطت لها هنا الأطقم دي مع بعض اللي هي الكوبايات الشفافة سواء مية أو قهوة. أما المطبقية هنا حطت لها طقم عشا كامل وحطيت معاه طقم كوباية مية وعصير وطقم شاي وقهوة، بحيث ان دي تكون الحاجات اللي هي تستخدمها أكتر. وحطت لها هنا بقية بقى الأطباق اللي معايا وبقية الإزاز. وبكده احنا اتفرجنا على الوحدات بتاعة المطبخ كاملة من فوق. تعالوا بقى نتفرج على الوحدات من تحت. رصت لها رفاية هنا في الأدراج. الوحدة دي كانت خاصة بالخزين، ملناش دعوة بيها. تعالوا بقى نتفرج على الوحدة اللي بعدها. رصت لها فيها طقم الحلل ده كامل مع بعضه بكل حاجته، صينية الفرن والقوالب والطاسات والحلل. وتحت برضو رصيت الطقم ده كامل مع بعضه في نفس الرف. حطت لها هنا صواني الفرن والقوالب وصواني التقديم الخشب، وحطت لها تحت هنا الطاسات، وحطت لها معاها بقى القطع الستانلس وطقم حلل الستانلس. اما هنا بقى رصت لها كل البلاستيكات زي ما انتم شايفين كده، على قد ما قدرت حاولت انظم لها الحاجه بحيث ان هي تعرف تستخدمها ويبقى الموضوع سهل عليها. وتحت هنا حطيت لها الصواني الميلامين وحطيت معاها علب التلاجة كلها. عايزه اقول لكم بقى قد ايه اليوم كان جميل بناسه الجميله. العروسه اصلا من الناس اللي روحها حلوه جدا، هي واهلها طول الوقت فعليا كنا بنضحك ومبسوطين. عايزه اقول لكم يوم كان بجد من اجمل الايام اللي انا قضيتها مع العرايس. ربنا يا رب يصلح لها حالها ويقدر لها الخير. وبكده المطبخ معانا خلص. تعالوا ندخل نتفرج مع بعض على بقية الشقة ونشوف كل التفاصيل. معمول هنا في شغل بروفايل برضو في الطرقة على الجدران. السجاد برضو هنا ما شاء الله اللهم بارك رقيق جدا وجميل. فكرة الركنة عندها هنا شبه إلى حد ما الأنتريه برا. برضو المخدع بتاع الظهر بتاع الركنة فيه شغل كده مع الكوشن، وبقية الركنة نفسها سادة. وستاير قد ايه رقيقة جدا وبسيطة. مقابل الركنة هنا محطوط مكتبة شاشة أو وحدة كده بسيطة دمجة بين الخشبي واللون الأبيض، وحطينا فيها الأنتيكات بتاعة العروسة. كانت جايبة هي أنتيكات جولد رسمناها عليها نفس شكل الترابيزة بتاعة الشاشة، هي الترابيزة اللي موجودة في السنتر مقابل الركن على طول. كان الغرفة برضو شكلها بسيط ورقيق. أما هنا معانا غرفة الأطفال. تمام زي ما انتم شايفين كده فرشنا المفرش الابيض الرقيق، وكمان الغرفه نفسها داخل فيها اللون الجراي البسيط. تعالوا بقى نتفرج على الدولاب ونشوف مفرشات العروسه رسمناها لها ازاي. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حطيت لها في اول رف هنا الاتنين لحفه بتوع الاطفال، وحطيت بقى في الضرفه دي الشماعه يعني حطيت فيها البطاطين. اما في الوحدات المتقسمه هنا حطيت لها اتنين كوفرتا، وحطيت هنا الملايات بتاعه الاطفال. نسقت الالوان، خليت الحاجات اللي لونها لبني لوحدها والحاجات اللي لونها بينكات لوحدها، وحطيت عليها شريطة لونها اوف وايت وعليها زجزاج بينك، واللي تحت برضو حطيت عليها شريطة لونها لبني على الشريطة الاوف وايت. تمام. حاول كده ان انا اصور لكم كل التفاصيل بتاعة المفروشات عشان تبقوا عارفين احنا رصينا للعروسة ايه.
كده احنا خلصنا الفرش بتاع دولاب غرفة الأطفال. كويس جدا الكومود دخل بين السريرين، لأن أغلب الغرف اللي زي دي بيبقى صعب جدا نلاقي كومود يدخل بين السريرين. فلما تيجي تشتري غرفة الأطفال اللي موجودة في الإسكان الاجتماعي لازم تاخدي مقاسات الغرفة كويس علشان تقدري تستغلي كل مساحة موجودة فيها. هنا بقى معانا غرفة النوم، عجبتني فكرة جديدة قوي فيها وفعلا لطيفة، ان هنا في ناحية كومود والناحية التانية فيها زي طقطوقة كده، فكرتها لذيذة ومختلفة. هحاول اقرب لكم برضو شكلها عشان تشوفوا تفاصيلها اكتر. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، فكرتها لطيفة جدا ومميزة. دمجة بين الشغل الستانلس مع الخشبي، تمام، وحاطين عليها الاباجورة البسيطة دي. طبعا زي ما انتم شايفين العروسة اغلب سجادها هادي خالص. الظهر بتاع السرير نفسه كان بسيط، والمفرش كان تفاصيله رقيقة وبسيطة. اما هنا الكومود كان فيه درج واحد ومربع على عكس الترابيزة الناحية التانية مدورة. فكرة بصراحة لطيفة ومختلفة عن المعتاد او الروتين المعتاد. الستاير كانت رقيقة جدا، قمة في الرقة والبساطة. ده شكل الدولاب من جوه، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. بما ان طبعا احنا مش بنصور الملابس، فانا هفرجكم دلوقتي معايا على المفروشات بتاعة العروسة رسمناها ازاي. زي ما انتوا عارفين انا بحب انسق الالوان على قد ما بقدر للعرايس، فانا نسقت لها هنا الالوان بتاعة الفرش. فوق حطيت لها اللحاف ده وحطيت جنبه الكوفرتا. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين برضو الاضاءة بتظهر الحاجة بشكل حلو ازاي، في الطبيعة كمان كانت احلى. قسمت لها هنا الالوان بتاعة المفارش وفرشت لها بشكل بسيط، كذلك الامر الفوط. وتحت برضو حطيت لها الملايات المشجرة كلها مع بعض ونسقت لها الوانها. طبعا لما العروسة بتكون مفروشاتها ما شاء الله ملاياتها كتير، بقسم السادة لوحدها والمشجر لوحده، فلذلك عملنا كده. خلينا رف كامل للمفروشات السادة ورف كامل للملايات المشجرة، وفي نصها حطيت الكوفرت. وبكده يعتبر احنا اتفرجنا على التفاصيل الخاصة بالدولاب. ادي تسريحة برضو بسيطة جدا وسيمبل، حطيت لها عليها صينية وحطيت عليها البرفانات بتاعتها الباد سبلاش. وبكده يعتبر احنا اتفرجنا على كل تفاصيل الشقة. باقي معانا بس التويلت، وهو برضه بسيط زي بقية شقة عروستنا. ربنا يا رب يفرحها بحاجاتها ويهنيها يا رب، ويتملها كل أمور على خير، ويرزقها بالذرية الصالحة، ويعمر بيها في بيتها هي وزوجها يا رب، يرزقهم بالسعادة والسكينة والحياة الكريمة يا رب إن شاء الله. وللعلم أنا بسجل مش في التويلت عند العروسة، أنا بسجل في بيتي بس عشان محدش يقول إن أنا بدعي جوه التويلت عند العروسة. ربنا يا رب يقدر لها الخير ويكفيها شر أي حاجة وحشة قادر يا كريم. أتمنى يكون محتوى الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة، وكمان كومنت حلو كده برأيكم في شقة عروستنا النهاردة وعريسنا، وربنا يا رب يقدر لهم خير. كمان تقول لهم دعوة حلوة من قلوبكم الطيبة. كان معاكم أيتن عبد، السلام عليكم.